طبعا لو سألتك دلوقتي ايه اكتر سورة بتقراها في صلاتك بعد الفاتحة، غالبا هتقولي قل هو الله احد. طب تعرف ان في ناس كتير لسه فاكرة ان ده اسمها؟ هي في الحقيقة اسمها سورة الاخلاص. طب ليه الاخلاص؟ لانها بتخلص عقيدتك من اي شائبة، بتعرفك مين هو الله. احنا بنستسهلها في الصلاة عشان قصيرة، بس هل فكرت مرة وانت واقف قدام ربنا وبتقول الله الصمد؟ يعني ايه الصمد؟ ليه الكلمة دي بالذات اللي ربنا اختارها يوصف بيها نفسه؟ قبل ما ندخل في المعنى لازم نعرف احنا بنقرأ ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السورة دي: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ تخيل، كلمات بسيطة بس ميزانها يوزن جبال. والغريب إننا من حبنا فيها وسهولتها سميناها بكلماتها الأولى سورة قل هو الله أحد، ونسينا اسمها العظيم الإخلاص. والإخلاص هي الصورة اللي ربنا اتكلم فيها عن نفسه بس، مفيش فيها ولا أحكام ولا قصص، فيها الله بس. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. العلماء والمفسرين قالوا فيها معاني كتير، هقولك أهم ثلاثة تخليك تصلي بخشوع أكتر. المصمود إليه في الحوائج، يعني اللي كل الخلائق بتلجأ ليه لما تتزنق. انت لما الدنيا بتسود في وشك قلبك بيصمد لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي بيقضي الحوائج. والمعنى التاني: الذي كمل في سؤدده، يعني السيد اللي مفيش فوقيه حد، كامل في كل صفاته، في علمه وفي قوته وفي رحمته. أما المعنى الثالث: الذي لا جوف له، يعني الغني عن الطعام والشراب اللي مش محتاج لحد والكل محتاج له. انت متخيل؟ انت بتنادي الصمد اللي مش محتاج منك حاجة، ومع ذلك فاتح باب 24 ساعة علشان يسمع شكوتك ويحل لك مشاكلك. واحنا بنقراها كتير علشان سهلة، وده صح، ربنا يسر لنا القرآن، بس الأجمل إننا نقراها عشان بنحبها. فيا بختك لو بتقراها وانت فاهم انك بتوصف ربك بصفات الكمال. ساعتها الصلاة مش هتبقى مجرد تأدية واجب او صورة قصيرة وخلاص، دي هتبقى لحظة حب ومناجاة للصمد. المرة الجاية ان شاء الله وانت واقف بتصلي وبتقول الله الصمد، افتكر انك بتكلم اللي الدنيا كلها محتاجة له وهو مش محتاج لحد. افتكر انك بتخلص قلبك من اي تعلق بغيره. ولو عجبك الفيديو شاركه مع حد يمكن يكون بيصلي بيها كل يوم وهو مش عارف معناها، وتكون انت السبب في خشوعه.